وده كده شكلها النهائي بعد ما خرجت. انا مش لاقي لها اسم بصراحه. انا هسميها كفته الشيف جلال. بس المنظر، احلى كفته ممكن تاكلها في حياتك. يلا بينا على الطريقه بسرعه. هننزل بقى اول حاجه معانا اللحمه المفرومه، حطيناها في الكبه. هي لو كفته مش محتاجه تنزل في الكبه هتبقى ناعمه، بس انا عايز انعمها شويه. ومعانا هنا بصلايه مضروبه ناعم ومتصفي الميه بتاعتها كويس قوي، وهننزل عليهم ببيضه ومعلقتين بقسماط. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه، جوز الطيب، وملح. ننزل بيهم كلهم. بعد ما ضربنا الكفته فردناها بالطريقه دي على البلانشه كده. ومعانا هنا ميكس جبن، دي جبنه شيدر على ايمنتال على موتزاريلا. هننزل بيهم في النص هنا كده. نقول بقى بسم الله. هنجيب دي كده ونرول بقى بالراحه عشان ما تقطعش مننا ولا تتفتح مننا الكفته. ونجيب عندنا كيس حراري ونسمي بسم الله كده وندخله جوه الكيس الحراري. اهم حاجه بقى نقفل الكيس الحراري كويس قوي عشان احنا مش عايزين يخش له ميه، عشان احنا هنسلقه دلوقتي. نجيب بقى ورق فويل وزي ما احنا شايفين كده نلفها لفه هدايا، نديها ورقه كمان بس عشان خاطر الميه ما تخشش جوه زي ما هي كده. هننزل بقى بيها في ميه مغليه لمده 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي. ده كده بقى منظرها بعد ما خرجت من الميه. حطيناها في سيخ زي ما انتم شايفين، وهندخلها الشوايه تقعد حوالي مثلا ربع ساعه نص ساعه بالكتير قوي. وهنديها دهنه باربيكيو في نص الوقت، وحاطين من تحت فحم عشان خاطر الكفته لما تنزل الدسم بتاعها تدي ريحه وتدخين في الفرن. وده كده شكلها النهائي بعد ما خرجت. انا مش لاقي لها اسم بصراحه. انا هسميها كفته الشيف جلال. يلا نقطع ونقول بسم الله. بس المنظر، احلى كفته ممكن تاكلها في حياتك. نقول بسم الله. لا بجد، احلى كفته ممكن تاكلها في حياتك، وطعمها غريب وجديد. قدمها جنب اي صنف انت عايزه بقى، رز، مكرونه، زي ما بتحب تغمسها بالطحينه والعيش. بس احلى كفته. يلا بينا على الطريقه بسرعه.